السلام عليكم. لا تستعجل، ما راح أطول عليك، بس اسمع معي هذا الحديث وخلونا نعمل بهذا الحديث حتى نكسب أنا وأنتم الأجر، وزيادة فوقها خلونا نكسب أجر غيرنا بنشرنا لهذا الحديث وهذا المقطع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أنت لما تقول الأربع الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لك من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا فانية والأربع الكلمات باقية تجدها في ميزان حسناتك عند الله. قلت الأربع الكلمات الحمد لله، وصل هذا المقطع لغيرك واكسب أجره وخلك تاجر حسنات. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فاللهم إني أسألك المدد من عندك والنصر من عندك. بالنسبة للسؤال الأول، هل لمؤمن أن يسمع صوت الله عز وجل؟ لا يسمع صوت الله عز وجل المؤمن المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يدخل الجنة، فإذا دخل الجنة فإنه سيرى الله عز وجل يسمع صوت الله عز وجل. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فهل هناك نبي كريم قد كلمه الله عز وجل كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام؟ الإجابة: نعم، كلم الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام. أما أنا وأنت فإذا دخلنا الجنة فسنرى الله عز وجل وسنكلم الله تبارك وتعالى اسمه جل ذكره. رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، يعني امنعوهم من الخروج حتى تذهب ساعة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. بداية انتشار الشياطين من بداية المغيب إلى ذهاب ساعة من الليل. لازم تفهم أهمية الصلاة يا صديقي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور، نور في دنيتك ومستقبلك وحياتك، ونور في قبرك ونور في آخرتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. اللي بيترك الصلاة العلماء بيختلفوا فيه كافر ولا فاسق، مصيبة سودة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت، كمل الحديث بقى، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، يخش الجنة بإذن الله، وإن فسدت خاب وخسر. اللي بيخسر يوم القيامة هيروح فين أنت عارف. فاوعى تفوت صلاة. اهتم من دلوقتي أولا بأصدقائك الصالحين، لازم يكون حواليك صالحين يعينوك على الصلاة واتفق معاهم. 2 كثرة الدعاء: يا رب يا رب يا رب أعني على الصلاة. 3 الصلاة على وقتها، أول ما تسمع الأذان قوم اتوضى وصلي وما تفوتش صلاة تاني في حياتك، لأن الأمر في غاية الخطورة. ما ينفعش تبقى مسلم ما بتصليش. قال الله ملك الملوك سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور. قال ابن كثير رحمه الله: النفخات 3: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. أما نفخة الفزع فينفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام والناس في الأسواق يختصمون ويتشاجرون كعادتهم، فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى يتسمع لهذا الصوت من قبل السماء. وأما نفخة الصعق فبها يموت كل الأحياء ما عدا الحي القيوم سبحانه وتعالى. وأما نفخة البعث فهي للقيام من الأجداث والقبور. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. كيف تعرف أن الله سبحانه وتعالى فتح لك أم فتح عليك؟ يعني أن هذا الفتح من الله سبحانه وتعالى استدراج أم ليس باستدراج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد الدنيا على معاصيه ما يحب
يعني هذا العاصي يعصي الله يعصي الله يعصي الله، والله سبحانه وتعالى يعطي هذا العاصي ما يحب. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اللهم إنا نسألك رضاك. أصلحك الله. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فجعل الله عز وجل دعاء غيره شركا، فقال سبحانه: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. العجيب أن كفار قريش كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى ولكنهم يعبدون الأصنام. طيب ليش تعبدون الأصنام؟ قالوا كما قال سبحانه: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه وسائل فقط. هنا كانت العداوة بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء كفار قريش. النبي عليه الصلاة والسلام لما مكة كسر الأصنام وقال هذه الوسائل، وقال عليه الصلاة والسلام: ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.